السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نخاطب الشعوب العربية، نقول لهم اليوم اللي صاير في فلسطين راهو في رقابيكم، وراكم باش تحملوا مسؤوليتهم عند ربي سبحانه. كيما اليوم أنا زاد نخاطب فلسطين هي بيدها والشعوب الفلسطينية، نقول لهم ما تخرجوش من بلادكم، ما تهجروش فلسطين. راهي الحرب اللي قايمة اليوم وفيها حتى أطراف فلسطينية اللي هما موجودين في الحرب هذه، واللي هما اليوم يحبوكم تسيبوا أراضيكم ويهجروكم من فلسطين باش يستولوا على فلسطين. أنا نقول اليوم حذاري، وحذاري من السيناريو هذا، حذاري من السيناريو هذا. كما قالت رئيسة الحزب، حزب الزيتونة ولا حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ما نحبش نذكر اسمها، قالت لك علاش ما نجيبوش الفلسطينيين لتونس؟ على خاطرها عندها رسالة قاعدة تأدي فيها من عرفها اللي هما بطبيعتهم صهاينة. اليوم نقول لك، كان شفت حاجة أخرى خدمتها وشفت حاجة أخرى عملتها في حياتك كان خير. اليوم الشعب الفلسطيني ماهوش باش يسيب أرضه، وماهوش باش يهجر أراضيه، والشعب الفلسطيني باش يقعد في فلسطين هذيك أرضه ويحارب على أرضه ويقاتل على أرضه. لسالش اليوم الشعوب العربية الله غالب طلعت، والحكام العربية طلعوا على غالب عليهم، لكن اليوم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أنا أقول لكم كبشوا في أراضيكم، لا ما تخرجوش من أراضيكم. حتى كان باش تخرجوا تقعدوا في فلسطين غادي، وشوف واللي مقدر به ربي توسير، وانتم مسلمين وتعرفوا ربي وتعرفوا اللي فما معناتها حكمة من عند الله اللي في الحرب هذه اليوم، وبقدرة سميع العليم اللي راهي باش تمشي وباش تدور على الصهاينة، وراو ربي باش ينصر لكم حقوقكم. لكن اليوم الناس اللي قاعدة تجري واللي تحكي على التهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية، نقول لهم هذا كله راكم ما كنتوش تسندوا، وهذا راهو مخطط إسرائيلي صهيوني أمريكي فرنسي بحت. اليوم أرضكم ما تخرجوش منها، كبشوا في أرضكم، موتوا انتم وصغاركم في أرضكم، وما تخرجوش من أراضيكم، على خاطر اليوم واضح بالكاشف وأنه يحبوا اليوم يهجروا الشعب الفلسطيني من الأراضي باش يستولوا عليهم وباش يكملوا الرقعة الصهيونية في فلسطين. أنا نحب نفهم يا رئيس حزب الجمهورية الثالثة، هل أنت تمارسين في السياسة أم أنت معناتها مجندة من أطراف معينة، من أطراف صهيونية، من أطراف أمريكية؟ هذا كلام تقولوا اليوم نجيبوا الفلسطينيين لتونس، نهجروهم من أراضيهم ونجيبوهم لتونس باش إسرائيل تكمل الرقعة متاعها؟ أنت سياسية وتفهم في السياسة. اليوم تعطي معناتها حل كما هذا حل أبشع حل اليوم سياسي تونسي يحكي فيه. نهجروا معناتها شعوب من بلدانهم ونهزوهم من بلدان أخرى وقت اللي هما تحت الاحتلال. هذه راهي ماهيش راهي صارت لهم ما نعرفش أنا لطف يا ربي كارثة طبيعية، معناتها زلزال ولا فيضانات في دولة عربية، والله على رؤوسنا وعينينا. هذه حرب، كيفاش خليونه معناتها احنا اليوم نطالبوا من الشعب الفلسطيني باش يخرج من أرضه، نطالبوا الشعب الفلسطيني باش يكمل يعطي اللي قعد من فلسطين على طبق من ذهب للصهاينة. هذه أنت تحكي في حكاية كما هك؟ والله أنا نقول شوف، لو كان مشيتوا خدمتوا كما قلت قبليك خدم أخرين، لو كان مشيتوا عملتوا أي حاجة أخرى خير، على خاطركم انتوما باش تعيشوا وباش تموتوا وانتوما خونة، باش تعيشوا باش تموتوا وانتوما مطبعين، باش تعيشوا وتموتوا وانتوما تحت الصباط بتاع الصهاينة بتاع الأمريكان. أما اليوم فما شعب اسمه تونسي، الشعب التونسي الحر، واللي هو اليوم أنا كمواطن تونسي نقول للشعب الفلسطيني حتى واحد ما يغادر بلاده، وحتى واحد ما يخرج من بلاده. صواريخ قنابل، اللي باش يعيش يعيش، واللي باش يموت يموت، واللي باش يعيش باش يحفظ أرضه الغالية، باش يحفظ فلسطين.
وانا زاد كيف رسالتي باش تكون الحكام العرب قل لهم وينكم من الاسلام، وينكم من الشهامه، وينكم من الرجوله، وينكم من يا اخي ما كمش من نسل عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد، ما كمش من نسل عمر بن الخطاب، ما كمش من نسل حمزه، ما كمش من نسل خالد بن الوليد، ما كمش من نسل هالرجال اللي فتحت شطر العالم. انتوما ما نتينا مصنوعين، ما نتينا مصنوعين، انتوما مصنوعين من تينا واحدة اللي هي النذالة، اللي هي الجبن، واللي هي الخونة. انتوما ما تعبدوش ربي، ما تعرفوش الدين الإسلامي، انتوما تعبدوا الدولار، تعبدوا اليورو، وتبوسوا الساقين الصهيوني وتبوسوا الساقين الأمريكاني. وأنا نقول لكم اليوم راهو حتى كان تمنعوا في الدنيا راهو عقاب السماء ما كمش باش تمنعوا منه، والله لا تمنعوا منه. ونعاود نرجع ونقول يا رئيس حزب الجمهورية الثالثة، ابعدك من الشأن الفلسطيني، فأنك لا تفقهين شيء. ابعدك من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني ما فما حتى قوة في الدنيا باش تهجروا من أرضه، باش تخرجوا من أرضه. والسلام عليكم ورحمة الله.